السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس محمد، مدير قسم الدعم الفني لشركة دوت ستار لتقنية المعلومات. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على حاجة من أهم النقاط عندنا كشركة دوت ستار، وهي الابليكيشن موبايل الخاص بالمناديب. طبعا احنا السيستم بتاعنا سيستم محاسبي متكامل ERP كلاود سيستم. في شجرة محاسبية معتمدة من محاسب قانوني. السيستم طبعا بيشتغل اونلاين. ده الشكل الرئيسي للتطبيق من جوه. ببتدي اخش هنا على المعاملات. اول ما بدوس على زرار المعاملات بيبتدي يجيب لي الشاشات دي. ده شكل التطبيق من جوه، وكل طبعا شاشة بيبقى لها استخداماتها، واحنا كنا عاملين قبل كده فيديوهات شرح لكل شاشة من دول باختصار. بس النهارده يعني هنتكلم عن الابليكيشن ككل. تمام. طيب، عندنا شاشة العملاء دي بيجيب لي كل العملاء اللي مربوطين بي انا كمندوب. تمام، يعني انا المندوب اللي انا داخل بيه مربوط ب 48 عميل. ادي ال 48 عميل. طبعا عايز اعمل عميل جديد، ببتدي اضيفه من هنا بالبيانات بتاعته، باللوكيشن، بايام الزيارة، بكل حاجة. عايز اعدل على عميل قديم، بعدل من هنا. عايز اعمل اتصال، بتصل عليه من هنا، بيحولني على طول على الاتصال. عايز احذف، بحذف من هنا برضو، مفيش اي مشاكل. ده بالنسبة لشاشة العملاء. شاشة الخريطة دي خاصة بمسؤول المبيعات، او مدير المبيعات المسؤول عن المناديب، علشان خاطر يعمل عملية مراقبة للمناديب. تمام. يعني انا عندي دي عربية المندوب، اللوكيشن بتاعها ظاهر قدامي اهو. طبعا لو عندي اكتر من مندوب بيبتدي يظهر لي العربيات بتاعتهم بالاماكن بتاعتهم فين. تمام، لحظة بلحظة. بعد كده عندي هنا شاشة خط السير. خط السير ده نظام لو انا عايز امشي بيه، اربط المندوب بخط سير. يعني اربط المندوب بخط سير، يعني انا بحدد له العملاء اللي هيروح لهم اول باول. بمعنى يعني انا كان عندي شركة علي زين دي، وليفترض شركة رقم 1، شركة الحمد رقم 2، شركة الحمد رقم 3، متعلم عليهم صح بالاخضر، معنى كده ان انا عملت لهم فواتير. طيب، عندنا شركة السبع رقم 4، وشركة ترانزيت رقم 5. لو جيت اعمل لترانزيت هيقول لي يجب العمل زيارة حسب خط السير، لازم ادخل على اللي عليها الدور عشان خاطر اعمل فاتورة مبيعات. هيبتدي يدخلني عادي جدا ان انا اعمل فاتورة مبيعات، مفيش مشاكل. وبرضه بالنسبه للعميل اللي انا عملت له فاتوره قبل كده بقدر اعمل له عادي. لكن العميل اللي لسه ما جاش دوره ما ينفعش، لازم امشي حسب خط السير. طبعا ده اوبشن لو انا حابب ان انا امشي بيه. لو مش حابب امشي بيه ممكن اخش اعمل فواتير مبيعات من هنا جدا عادي. دي طبعا بعض الفواتير اللي انا كنت عاملها، بس بقدر اعمل فواتير من هنا عادي لو انا مش حابب امشي باوبشن خط السير. طيب، ده شكل فاتورة المبيعات. بالنسبة لي اسم العميل هنا اهو يبقى موجود. بختار الأصناف من هنا، وليكن مثلا الصنف ده. بيظهر معايا الرصيد بتاعه طبعا أول بأول، علشان أبقى عارف الرصيد اللي موجود عندي في السيارة ايه. ده عندي منه 4 كرتونة. لو حطيت صنف تاني ده عندي منه 23 كرتونة. تمام، فبيظهر معايا الرصيد. وهنا طبعا طرق الدفع. تمام كده. ده بالنسبة لفاتورة المبيعات. فاتورة المرتجعات نفس الكلام. بعد كده عندي هنا شاشة الأصناف. شاشة الأصناف دي اوبشن كده جميل. طبعا التطبيق بيدعمه حاجة عاملة زي تطبيق نون وتطبيق امازون. دي طبعا بنوفرها علشان خاطر لو المندوب او الشخص اللي ماسك التليفون بيعرض على العملاء ما عندوش خلفية كبيرة طبعا عن مميزات او مواصفات المنتج. فطبعا الكلام ده بيبقى مدعوم هنا. يعني انا مجرد ما الاصناف بتاعتي مرصوصه اهي بالصور بتاعتها، مجرد مثلا ما وريت مثلا العميل الصنف الاولاني ده وعجبته الصوره، بدوس عليه بتظهر الصوره كده بشكل كبير. بيبتدي يظهر الوصف بتاعه بالشكل ده. ببتدي ازود الكميات اللي انا عايزها وانقص على حسب ما انا عايز. ببتدي اختار انا عايز العلبه ولا عايز الكرتونه. طبعا كل واحده بسعرها بيبقى موجود. تمام. فرض ان انا اخترت عايز علبه من دي، بعد كده دخلت من ده قلت عايز 3 علب من دي، وبعد كده قمت فتحت بالشكل ده كده. يبتدي يفتح لي فاتورة المبيعات بالكميات اللي انا حطيتها. تمام. دي انا حاطط علبة، ودي انا حاطط 3 علب. طبعا كميات ظاهرة معايا لايف عشان ابقى عارف انا عندي قد ايه في السيارة. ببتدي اختار طريقة الدفع، نقدي او اجل او بنكي اللي انا عايز ادفعه. تمام. وببتدي اختار اسم العميل مثلا، واقوم دايس حفظ. تمام كده. دي بالنسبة لشاشة الأصناف. بعد كده عندي هنا في الحسابات سندات القبض بالنسبة للقبض النقدي والقبض البنكي. طبعا دي بعض السندات اللي أنا عاملها. طبعا من ضمن المميزات
اللي بتبقى موجودة في السندات ان هي بتظهر عندك وانت بتعمل السند الرصيد برضو بتاع العميل لايف، هو داين بكام او مدين بكام. تمام، يعني بفرض مثلا انا حطيت علي زين ده جاب لي ان هو داين ب2000 سالب 2000، دي يعني هو داين دافع 2000 جنيه وما خدش لسه بضاعة بيهم. طيب بفرض ان انا مثلا عملت له هنا سند ب1000، يعني هو دفع 1000 كمان، المفروض يبقى داين ب3. تمام، طبعا هو بيجيلك شكل الطباعة لو انت عايز تطبع، مجرد ما اجي احط اسم العميل تاني علي زين بقى داين ب3. تمام، بيجي لي طبعا السندات اللي انا بعملها هنا اول باول، اي سند ممكن اخش عليه اعمل له طباعه، يبتدي يجي لي بالشكل ده الرصيد السابق والتحصيل اللي انا حصلته والرصيد الحالي بقى كام. تمام، ده بالنسبه لسندات القبض النقدي. نفس الكلام في القبض البنكي، مفيش تغيير برضو، بيجيب لي الرصيد بتاعه لايف. طيب بعد كده عندي هنا في حركات المخازن استلام المخزن، دي انا بستخدمها لما بطلب مثلا بضاعة من المخزن الرئيسي ويعمل لي اذن تحويل، انا بخش راجعه من هنا. تمام، وهي البضاعة اللي انا عايزها بقوم عامل استلام، بيستلم ويخش عندي في المخزن. تقرير المخزون ده بيبتدي يجيب لي الاصناف اللي موجودة عندي في السيارة بالكميات بتاعتهم. وكمان عندنا ميزه ان هو بيجيب لك بالباتش نمبر. معنى ايه؟ ان انا مثلا عندي 3 باتشات من صنف واحد، 3 باتشات او 3 تاريخ صلاحيه ب3 ارقام تشغيله، بيبتدي يجيب لي كل كميه من الصنف ده فيها قد ايه. يعني انا عندي من ده عندي 11 كرتونه، ومن ده برقم الباتش كذا عندي كرتونتين ونص، ومن نفس الصنف بس بالباتش ده ورقم الصلاحيه ده عندي 10 كراتين. تمام، فهنا انا براجع الاصناف بتاعتي بالارصده بتاعتها بالباتشات بكل حاجه. حابب اطبع برضو مفيش مشاكل، هيطبع معايا. تمام، بعد كده عندي هنا في التقارير بقى عندي كشف حساب عميل، بيجيب لي الحركات اللي تمت على العميل من اول الرصيد الافتتاحي او من اول حركه تمت عليه لحد اخر حركه. تمام، ببتدي مثلا هنا اختار عميل وليكن علي زين، بيبتدي يجيب لي الرصيد الافتتاحي بتاعه كان 0، عملت له فاتوره مبيعات، وبعد كده فاتورة مبيعات، بعد كده قبض نقدي، وبعد كده بنكي، وبعد كده مبيعات، وبعد كده قبض نقدي ولا ايه. تمام، فبيجيب لي الحركات بتاعة العميل كلها بالرصيد بتاعه بقى. يعني نجيب علي زين تاني، هو داين ب3000 جنيه. تمام، ده بالنسبة لكشف حساب عميل. طب مديونية العميل، بيجيب لي المديونية ايه اجمالي على طول. يعني مثلا ايه اجمالي المديونية كام؟ 863182. طيب انا عايز اعرف كل عميل عليه مديونية كام. العميل رقم 1 عليه 2090، العميل رقم 2 عليه 2000. هو كذلك يعني برضو بيجيلي هنا شاشة تليفون عشان لو حابب ارن عليه مثلا، بيفتح لي على طول شاشة الاتصال دي كده، رن عليه مثلا اتابع معاه هحصل امتى الكلام ده كله. تمام، طيب بعد كده في تقرير يومية المندوب، بيبتدي يجيب لي انا كمندوب المجهود اللي انا عملته النهاردة، سواء على مستوى العملاء، على مستوى التحصيل النقدي او البنكي، على مستوى المرتجعات والمبيعات. تمام ده كده الابليكيشن موبايل باختصار يعني شديد. احنا طبعا متكلمين على كل شاشة من الشاشات دي، كل شاشة يعني من الشاشات دي متكلمين عليها في فيديو لوحدها بتفاصيل اكتر، بشرح اكتر، بديتيلز اكتر، بحيث برضو ان العميل اللي بيتفرج يفهم الكلام بسهولة. بس احنا هنا كده ايه يعتبر اتكلمنا باختصار شديد على الابليكيشن موبايل بتاعنا، ويعتبر من اهم نقاط القوة اللي بيدعمها السيستم بتاعنا، سيستم ستار بيزنس. واتمنى اكون فدتكم النهاردة، واشوفكم في فيديو ثانية كتير.